السلام عليكم. الذي أنت متعلق به وتظن بأنك تحبه سيستمر بتجاهلك، لأنك لم تعطه المجال أبدا للاهتمام بك، فغره منك اهتمامك الدائم به، فأخذ ذلك من المسننات فتجاهل، وستستمر أنت بالاهتمام به، وسيزيد من جراحك في وجوده. فالذي يعطي يتألم كثيرا حين لا يجد التقدير من الشخص الذي يعطيه أو الذي يحبه، وتجد نفسك مرغما على أن تتحمله، لأنك تراه حبا، أنت تراه، وستبقى تعيش هائما في هذا وهم الحب الذي أنت اخترعته، وتظن بأنك تحبه، بينما هو غارق في حب فكرة تعلقك به، فيتلاعب بك كما يشاء. لا أقول بأنك مخطئ لأنك تحب أبدا، بل أنت مخطئ لأنك تؤذي نفسك باسم الحب، والذي لا يحفظ كرامة نفسه لا يصلح للحب حتى وإن كان وفيا. السلام عليكم.